تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم معي أنا خديجة برهان في لقاء جديد مع برنامج خطوة. موضوع حلقة اليوم الهم والغم، الأسباب والعلاج. طبعا ما في إنسان في هذه الحياة يخلو أنه يمر عليه الهم والغم والحزن والكدر. ما في إنسان، لأنه أول شيء هذا من طبيعة الحياة البشرية، وطبيعة الحياة الدنيا هي كذا، إنما يعني خلقت على كدر، والصفو دائما والراحة والسعادة هو في الآخرة وفي الجنة بإذن الله تعالى. أما في الحياة الدنيا فذا الشيء الطبيعي. الغير الطبيعي إنه ما نكون عندنا لا هموم ولا غموم ولا أحزان. ومع الأسف الشديد الناس يتفاوتوا في طريقة تعاملهم مع هذه الهموم أو مع الهم والغم والحزن. ففي مننا ناس مثلا يغرقوا في موضوع الهم والغم والحزن إلى درجة أنه يعني يصابوا باليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، ومن أنه في فرج أساسا، وأنه الدنيا صارت سوداء والمصائب تأتي مجتمعة، وما راح يكون الحال يعني أحسن من كده، إنما راح يكون أسوأ وأسوأ وأسوأ. وفي مننا بعضنا ينظر للموضوع يعني بسهولة شوية، يعني يخفف من ثقل ومن شدة الهم والغم والحزن، فينظر له يعني بعين التفاؤل وبعين الرضا وبعين أنه إذا حب الله عبدا ابتلاه، وبعين الاستسلام والدعاء ومحاولة إيجاد الحلول. والبعض منا يرمي كل شيء وراء ظهره هروبا من الهم والغم والحزن. ومع الأسف الشديد هذول اللي يهربوا من الهم والغم والحزن بدون ما يعرف كيف يتعاملوا معاه، هم يخسروا أشياء كثيرة. يخسروا أول شيء التجربة نفسها في كيفية التعامل مع الهم والغم والحزن وفهمها بطريقة صحيحة، والخروج منها بنتائج أفضل وأجود. وكون الإنسان يعرف يتعامل مع هذه الهم والغم والحزن بطريقة صحيحة، فهو يقوي شخصيته ويقوي مناعته ضد مصائب الحياة. ويخسر إيش هذا الإنسان اللي يترك كل شيء وراء ظهره ويجي ماشي؟ يخسر احترامه لنفسه واحترام الآخرين له، لأنه هو شخص غير مسؤول معناه. فهو يرمي على الآخرين هذه الأشياء ويلا حلوها أنتوا وتعاملوا معها أنتوا، أنا ماني فاضي لها. فإيش طيب فاضي إنه يعيش الدنيا كذا بالطول والعرض ويضحك ويروح ويجي وما على قلبه شيء. فهؤلاء هم الناس اللي احنا نشوفهم في طريقة تعاملهم مع الهم والغم والحزن. طيب كيف لازم معناها أي فئة لازم أكون من الناس؟ هل أنا بالغ معناها إذا كنت أنا عايش مع الهم والغم والحزن بهذا الشكل، أو أتعامل معاه بجدية، ولا لما أتركه وراء ظهري، ولا أتعامل معه بتوازن؟ أي حالة هي الحالة الصحيحة؟ الحالة الصحيحة هي الحالة الوحيدة اللي تأتي من خلال الإسلام، من خلال فكرة الإسلام، من خلال القرآن الكريم، ومن خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إرشادنا في التعامل مع الهم والغم والحزن. قبل ما نبدأ نتكلم عن تفصيلات هذا الموضوع، خلينا نعرف إيش هو الهم والغم والحزن ببساطة كده. الحزن هو الحزن على أمر حدث في الماضي. والله صارت أمور وأحداث في الماضي وكنت اتخذت فيها قرارات، والنتائج القرارات ما زلت أعيشها، فأجلس زعلانة ومهمومة ومغمومة. ليش؟ إنه أنا سويت زي كده، ولو كان كده كان أفضل، ولو إني ما سويت زي كده، وبهذا الشكل. هذا هو الحزن على أمر فات خلاص صار في الماضي. أي إنسان رجل كان أو امرأة اتخذ أي قرارات أو تصرفات أو أي أمور مرت عليه في الماضي يزعل عليها الآن. والله أنا اتعاملوا معايا أهلي كده وأنا كنت أتعامل معاهم كده، والنتيجة كده، ولو ما كانوا سووا كده، ولو ما كانوا فعلوا كان ما صار كده. فيجلس الإنسان زعلان.
أو يموت عزيز على الإنسان هذا وهو يعني ما وصله أو انقطع عنه أو أي شيء، فيقول لو إنه كان موجود كنت سويت وفعلت وفعلت، ولو إني ما تركته، ولو إني ولو إني ولو إني. أي شيء حدث في الماضي لما يتذكر الإنسان ويحزن هو هذا الحزن. طيب، كثير مننا احنا مع الأسف الشديد ملفات الماضي مفتوحة على طول، وما احنا عارفين كيف نقفلها ولا أساسا كيف نتعامل معاها. طبعا هي تتقفل بطريقة ما، لكن في طريقة صحيحة للتعامل معاها علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله راح نذكره من خلال هذه الحلقة. طيب إيش هو الغم؟ الغم هو ما يصيب الإنسان في الواقع الحالي. والله الآن نحن عايشين في ظروف معينة، قاعد تمر علينا أحداث معينة، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت اجتماعية، سواء كانت علمية، سواء كانت صحية، أيا كان. أغتم لهذا الأمر الذي يحدث الآن. والله اليوم أنا خرجت من عملي ما عندي مورد رزق، فأغتم أفكر الله إيش هسوي أنا، أجت علي إيجارات وفواتير ومصاريف أولادي ومصاريف مش عارف إيش وإلى آخره الآن. طيب، حدث أمر في الواقع الحالي الآن، امرأة تزوجت زواج تعيس أو اللي يكون واتطلقت. اتطلقت أنا الآن، إيش أسوي؟ كيف حعيش؟ إيش مين حيصرف علي؟ مع مين أعيش؟ إيش أسوي؟ أولادي وما أولادي. هذا هو القلق. أي شيء يحدث الآن هذا هو الغم، الإنسان يغتم لأمره. والهم إيش هو؟ الهم من اسمه شيء أفكر فيه في المستقبل. أي حدث أفكر فيه للمستقبل هو هذا الهم، أهتم له. طيب، والله الوضع الآن عالميا صعب جدا أنه يصير في تحسن سريع وإلى آخره، ولا اقتصاديات الناس كلها تعبانة والناس فقدت أعمالها. والله كيف حنعيش نحن؟ كيف أقدر أدرس أولادي؟ فين أسافر؟ فين أهاجر؟ أي شيء من هذه الأشياء، التفكير في المستقبل. أي أحداث أخطط لها أو أفكر فيها وأهتم لحدوثها في المستقبل. الواقع الحالي مثلا يؤثر على قراراتنا للمستقبل الآن. فالإنسان بيمر بهذه الأشياء، القلق على المستقبل، أو أنه يشيل الغم للحاضر اللي هو عايش فيه لليوم، أو زعلان من حدث صار في الماضي. هذه الثلاثة مراحل أو الثلاثة حالات شعورية يعيشها الإنسان مع الأسف الشديد كل يوم وما يعرف يخرج منها. فأصبح الإنسان الآن أو الناس كلهم تقريبا يقوموا الصباح وهم شايلين هم اليوم، وأمس إيش صار، وبكرة إيش راح يصير. كل يوم نفس الشيء، والقلق والخوف والحزن كلهم مسيطرين على الإنسان لدرجة أنه ما عاد قادرين نحن نشوف النور من فين راح يجي أو الفرج من فين راح يجي. صرنا عايشين زي ما يقولوا على أعصابنا، وعايشين على ما يحدث وما سيحدث وما حدث. بهذا الشكل احنا عايشين حياتنا. طيب، هل هذه حياة صحيحة أساسا؟ أو حياة يستطيع الإنسان أن يعيش بها طول عمره؟ لا يمكن طبعا تكون هذه الحياة صحيحة. ومع الأسف الشديد أن الناس كلهم حول العالم ليس الآن إنما يعيشوا هذا الوضع وهذه الحالة الشعورية، التنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل بطريقة سريعة جدا. ومرة إذا كانوا يعني ما شاء الله تبارك الله متميزين، فهم يكونوا زعلانين على شيء حدث في الماضي وشيء سوف يحدث في المستقبل، قلقين وخائفين من حوله، فبالتالي ما يعيشوا الحاضر هذا كله، فيمر اليوم مرور سريع. وتتفاجأ بعد كذا نحن نقول كيف الأيام مرت بسرعة بهذا الشكل، كيف السنوات انقضت. السنوات والأيام انقضت لأنه احنا تركيزنا ليس في الحاضر، نحن تركيزنا يا في الماضي يا في المستقبل، فاحنا يا زعلانين يا قلقانين، بين هذول نعيش نحن دائما. لذلك يكثر عند الناس حالات الاكتئاب، حالات القلق والتوتر النفسي، العصبية، أمراض القولون، تساقط الشعر، الثعلبة، تغير لون الجلد. هذا بشكل عضوي طبعا كإفراز أو نتيجة طبيعية لتعامل الجسم مع هذا الضغط والتوتر الشديد اللي يعاني منه الإنسان. وغير المسلمين طبعا يظهر عليهم هذا الشيء بشكل إيش؟ أعمال إجرامية وأعمال إرهابية ودخول في مخدرات وانتحار. في رأيكم يعني هذا كله الانتحار والمخدرات هو إيش؟ وضعف إيمان فقط؟ إن الإنسان عايش قلق يعني بشكل طبيعي، عايش قلق في الماضي والحاضر والمستقبل، كيف يتعامل معه ما يعرف. في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم
والقرآن الكريم علمونا كيف نقدر نتعامل مع هذه الحالة التي يمر بها الإنسان، أو حالة من المشاعر التي يمر بها الإنسان، اللي هي على حدث في الماضي اللي هو الحزن، وحدث في يومه الآن اللي هو الغم، وحدث يقلق من أجله في المستقبل. علمنا بطريقة معينة تتناسب مع حالة الإنسان كمخلوق ضعيف محتاج وعاجز، يحتاج أن الله سبحانه وتعالى يرشده كيف يتعامل مع هذا النوع من المشاعر. مو بس هذا النوع من المشاعر، في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى كيف الإنسان يقدر يتعامل مع حالة السعادة والفرح، حتى كيف ممكن يقدر يتعامل معها بطريقة تكون تأثيرها عليه تأثير إيجابي أكثر. لكن خلونا نرجع لموضوعنا ونركز عليه اللي هو الهم والغم والحزن، كيف تعامل معها الإسلام. خلونا نذكر أهم الأسباب. أول شيء اللي تؤدي إلى الهم والغم والحزن. إيش الأسباب أساساً؟ هل هي الأحداث اللي تمر مثلاً هي اللي تخلي الناس عندهم حالة من الهم والغم والحزن فقط؟ لا، في أسباب تانية كثيرة جداً تلعب دور في الحالة الشعورية الكئيبة هذه اللي يكون فيها الإنسان ومسيطر عليه. فعندنا هنا أول شيء، أول هذه الأسباب شخصية الإنسان أو طريقة تفكير الإنسان. في ناس سبحان الله يجوا هم طريقة تفكيرهم متشائمين شوية، أو يفكروا دائما في المشاكل، أو في الواقع يركزوا في الواقع بزيادة، يعني بالغوا في التفكير في الأحداث التي تقع في حياتهم بزيادة يعني، فعندهم حالة من التفكير الزائد. فهنا أول هذه الأسباب هو طبيعة الإنسان. في ناس تيجي تأخذ الأشياء بسهالات، يعني بسهولة كذا تفكر فيها. في ناس مرة تدقق زيادة عن اللزوم، وفي ناس يعني مرة ما تفكر كمان. فهنا الحالة هذه اللي يعيش فيها الإنسان مهموم مغموم مكروب هي أول شيء تيجي من شخصية الإنسان. طيب، الشيء الثاني، العامل الثاني اللي يلعب دور في ذا الشيء المحيط الإنسان، تربيته. من فين جاي؟ من أي تربية؟ بعضنا يجي والله من عائلات أو من أب وأم قلقين متوترين، وطول الوقت هذا اللي يشوفه من يوم ما يفتح عينه لين ما كبر وتزوج وسوى عائلة، هو هذا الجو الطبيعي بالنسبة له. فمخه مركب على التوتر والقلق والتفكير الزائد، يجي كذا بهذا الشكل. بعضنا يجي طبعا من عائلات أو من أب وأم بسيطين جدا، ما يدققوا أشياء كثيرة ولا يفكروا في الأحداث ولا يأزموا الأمور، يعني يأخذوا الأمور كذا ببساطة يعني. وبعضنا يجي من أب وأم مرة مستهترين، ما عندهم أي إحساس بالمسؤولية وتفكير ولا حتى التطور في شخصياتهم، لذلك يجي يفكر إنه ما في داعي لهذه الطريقة من التفكير، فيعمل إيش مع حياته كلها؟ إنه يعمل على إنه يأخذ الأشياء ببساطة زيادة. طبعا يأثر بعد كده في المستقبل على شخصيته وعلى أدائه وعلى أسلوبه كمان في هذه الحياة. طالعين فاصل وراجعين بعد كده نكمل إيش الأسباب التي تؤدي إلى الهم والغم والحزن، وبعد كده راح نتطرق بإذن الله إلى العلاج. لا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com.
وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل أسباب الهم والغم والحزن. قلنا احنا أول شيء طبيعة الإنسان، طريقة تفكيره، وبعد كده ذكرنا البيئة المحيطة به. طبعا احنا قصدنا بالبيئة ممكن ما يكونوا فقط الأبوين، بعض الأحيان يكونوا يؤثروا الأصدقاء أو أصدقاء العمل، أصدقاء الدراسة، بعض الأحيان يكون العائلة الكبيرة، بعض الأحيان تكون التأثير من الزوجة والأبناء، بعض الأحيان يكون من الجيران حتى، أو حتى من البلد اللي هو الإنسان يعيش فيه، فيؤثر على الإنسان ويخليه يعيش حالة من الهم والغم والحزن والقلق والتوتر لما له داعي فبفعل عوامل خارجية. طيب إيش كمان عندنا من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حالة من الهم والغم؟ عندنا الواقع الذي نعيش فيه أو الظروف الواقع. الظروف الواقع احنا ما نقدر نغفلها، احنا مو قصدنا نحن نرسم لون يعني حياة مشرقة ومبهجة من خلال طرح هذا الموضوع، إنما جالسين نتكلم عن حقائق، أشياء يتأثر فيها الإنسان. فالظروف التي يمر بها الإنسان أيضا تجعله في حالة من الهم والغم، وده طبيعي جدا يعني، لأنه الإنسان ابن بيئته لازم يتأثر بما يحدث. طيب ممكن أحد يجي يقول لي طيب إيش المطلوب؟ ما إحنا جالسين نتأثر بشكل عادي، إحنا ما قاعدين نتكلم عن التأثير، إحنا هذا يقع التأثير لكن إحنا قاعدين نتكلم عن الشعور فقط. إن المفروض إن الواقع لما يحدث هو يساعدنا في التفكير في إيجاد الحلول، لكن إحنا ما ننغمس فيه بمشاعرنا ونبني على أساسه الخوف والقلق والتوتر. والله اليوم الواحد يعني اضطر إنه يخرج من بلدي ما لأي سبب ما. طيب ما في مشكلة يخرج، طيب إلى متى حالة الخروج هذه أو الهجرة أو الهروب أو التغيير أو التبديل دي إلى متى؟ لازم الإنسان يعرف متى يتوقف. القرارات القائمة على من خلال شعور الغم والهم والحزن ومن خلال الخوف قرارات كلها خاطئة مع الأسف الشديد، لأن الإنسان بشكل طبيعي وصحي جدا لما يتخذ قراراته لازم يكون وصل في حالة من التوازن بين التفكير العقلي والمشاعر حتى يستطيع أن يشوف الأمور بطريقة صحيحة ويبذل لها الأسباب في حلها. إذن الواقع المحيط أيضا يؤثر على الإنسان في شعوره بحالة الهم والغم، وأنه كأنه سقط في حفرة عميقة ما هو عارف كيف يخرج منها ولا هو عارف كيف يحل هذه المشاكل ولا أي شيء من الأشياء، يعني كأنه سبحان الله مربوط يعني يكون. من أسباب الهم والغم كمان بعض الأحيان تكون الطموحات والأحلام. الإنسان عنده طموحات وأحلام في الحياة الدنيا يبغى يسويها ويبغى يوصل لها، سواء كان رجل ولا امرأة. والله أبغى أشتغل في المكان الفلاني، والله أبغى أدخل التخصص الفلاني، والله أبغى أعيش في البلد الفلاني، والله أبغى هاجر للمكان الفلاني، وأبغى أتزوج فلانة الفلانية، وأبغى 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 وأبغى. كل هذه الطموحات والأحلام ممكن تؤدي بالإنسان إلى أن يكون يصاب بالهم والغم والحزن. ليش؟ لأنه مجرد أنه ما هو قادر يحققها فهو يدخل في حالة شعورية تؤدي به إلى الهم والغم. طبعا هذه مشكلة يعني كمان. نحن الآن إلى الآن قاعدين نتكلم عن حالة الشعور فقط، يعني ما قاعدين نتكلم عن أي شيء آخر. فبعض الأحيان طموح الإنسان وسعادته يكون هو مشكلة بحد ذاته، خاصة إذا ما كان يتوافق مع واقعه، مع ظروفه، مع إمكانياته وقدراته، يعني يكون مرة فوق بزيادة يعني. فالإنسان حتى في الطموح والأحلام لازم يكون واقعي شوية، ما نقول واقعي يعني على سبيل الإحباط، إنما يكون قادر على تحقيق هذا الشيء، مو شيء غير قادر على تحقيقه ولا غير مؤهل له ويطلب أشياء كبيرة جدا. في سبب مهم جدا كمان يتعلق بحالة الشعور بالهم والغم والحزن، هذا السبب يتعلق بحالة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته حق المعرفة وكيفية التعامل معه. طبعا هو المفروض يكون هو هذا أول سبب، لكن احنا
ذكرناه في آخر الأسباب، حتى أنه ما يؤخذ الكلام دائما على مبدأ إيش، أنه الإنسان كل ما قل إيمانه فأصبح عرضة للمشاكل إلى آخره، أو لحالة الحزن والكآبة مو بهذا الشكل. لا، في أشياء كثيرة جدا تلعب دور كبير في أن هذا الإنسان أساسا يشعر بالهم والغم والحزن. من ضمن الأشياء اللي احنا ذكرناها قلنا آخر شيء اللي هو مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، هذه العلاقة المهمة جدا التي تبنى يعني بالحرص وبالعلم وبالفهم وبالإدراك وبالكيفية الصحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان ما اشتغل عليها أساسا طول عمره، طيب، ولما نقول اشتغل عليها مو من خلال الشعائر التعبدية فقط، إنما بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بحقيقة الله سبحانه وتعالى، العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء لما الإنسان يعلم عن الله كل شيء بشكل صحيح، معناه هو درجة إيمانه بالله قريب جدا يكون في هذا الإيمان وفي هذه الدرجة القريبة جدا. هذا الإيمان العميق بالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان حصانة ضد الأمراض النفسية أو المشاعر السلبية. بدون هذا الإيمان بالله الإنسان يعني دائما يلهث بهذه الحياة، يبحث عن الطمأنينة، عن الهدوء، عن الإرشاد، عن التوجيه للصواب، هو ما يقدر يحصل عليه إلا من مصدره. احنا قلنا الإنسان دائما، لازم ما ننسى هذا الشيء، إنه الإنسان دائما هو مخلوق عاجز وضعيف ومحتاج. طالما إنسان عاجز معناه يحتاج إلى أحد أو شيء أقوى منه أو أكبر منه، وإذا كان محتاج يحتاج يلتصق بشيء يكفيه هذا الحاجة يعني ويلبي له. وإذا كان ضعيف معناه هو محتاج إلى أن يستند إلى شيء قوي جدا أقوى منه، لأنه إنسان لإنسان هو ضعيف إلى ضعيف، فضعيف إلى ضعيف إيش حيكون؟ زيادة ضعف. لكن إنسان كل ما التصق بالله اللي هو القوي، وكل ما التصق بالله اللي هو الغني، وكل ما التصق بالله اللي هو الحافظ والحامي والمرشد، معناه هو الآن وصل في حالة نفسية معينة اللي هي حالة الطمأنينة التي تتحقق بها هذا القرب. فهنا الإنسان لازم يراجع نفسه ويراجع هذه العلاقة. هل علاقتي بالله سبحانه وتعالى علاقة صحية وصحيحة؟ هل علاقتي بالله سبحانه وتعالى هي علاقة قوية؟ هل أنا أراقب الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في كل خطوة أخطوها في حياتي؟ مو بس مسألة الصلاة ولا في الشعائر التعبدية، في كل شيء. في كلام أبغى أقوله والله اليوم لزوجتي ولا لصديقي ولا لأخوي، هل أنا أراقب الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام؟ ما الهدف من أني أنا أقول هذا الكلام؟ هل هذا الكلام يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ هل يسخط الله ولا ما يسخط الله؟ هذه حالة المراقبة الدائمة لله هي اللي تجعل الإنسان في حالة قريبة في التصاقه بالله سبحانه وتعالى وإيمانه به، فيكون في حصن حصين من أي شيء من معكرات الحياة الدنيا. هذه الأشياء كلها وأشياء أخرى كثيرة جدا نحن ما ذكرناها هنا هي اللي تؤدي للإنسان أن يوصل لحالة الخوف أو حالة الحزن والهم والغم، ويجلس في هذه المشاعر يتنقل منها من واحدة للثانية وما يعرف هو إيش المشكلة بالضبط وكيف يمكن علاجه. طيب الآن نحن ذكرنا هذه الحالة أو الأسباب التي تؤدي إلى الهم والغم والحزن. رح نبدأ الآن في خطوات العلاج أو الخطوات التي يجب أن الإنسان يتخذها عندما يمر به هذه المشاعر أو تمر به هذه المشاعر، حتى يستطيع أن يكون إنسان مؤمن متوازن مع هذه الأحداث. طبعا احنا لما نيجي نذكر العلاج رح نقسم العلاج إلى نوعين أو مرحلتين. في عندنا علاج داخلي وعندنا علاج خارجي. علاج داخلي يعني أنه هذا العلاج أساساً يعتمد أنه الإنسان يقوم به مع نفسه في داخل نفسه لوحده. طيب احنا ذكرنا أنه أول شيء أو أول سبب من أسباب الهم والغم أنه قلنا شخصية الإنسان طريقة تفكيره، فبالتالي العلاج الداخلي يكون بإيجاد السلام الداخلي داخل هذا الإنسان. ممكن احنا دائما نسمع عن السلام الداخلي. السلام الداخلي ببساطة يأتي فقط من الإيمان بالله والإطمئنان لأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا.
هذا الإيمان هو الذي يعطي الإنسان حالة من الهدوء والطمأنينة التي يمكن أن يعيشها حتى في وجود الكثير من المشاكل، حتى الكثير من التغيرات اللي تحدث، حتى في وجود الكثير من الصعوبات والأمور التي مستحيل أنها تنكشف عنه. طيب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال كذا، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تأتي من الإيمان بالله. الإيمان بالله ليس بالكلام، ليس بالشعائر التعبدية، إنما قلنا الإيمان بالله ما وقر في القلب، شيء يستقر كذا داخل القلب، والإنسان يهدأ لما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتذكر أنه هو خالقه وأنه هو مولاه. يأتي من خلال معرفتنا نحن كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى بالطريقة الصحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة الدنيا لما قال نحيينا حياة طيبة ليست في الآخرة، إنما في الحياة الدنيا أولا. لازم الإنسان المؤمن يعيش هذه الطمأنينة في الحياة الدنيا. نحن عندنا خير مثال على هذا الشيء أنه هو الأنبياء والصالحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه الكثير جدا طيب في حياته، يعني في خلينا نذكر مثلا اللي هو في شعب أبي طالب لما حاصروهم كفار قريش. في هذه السنة مات عمه، حوصر أول شيء هو وأصحابه، ومات عمه وماتت زوجته. إيش أكثر من كذا لازم يصير في الإنسان؟ في هذه السنة الله سبحانه وتعالى أنزل سورة يوسف حتى يواسيه ويعرفه أنه هذا الذي يمر عليه من مشاعر مر على من كان قبله. يعقوب عليه السلام مر بحالة الحزن لما إيش؟ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لما أخذوا يوسف عليه السلام ورموه في البئر. ومن الذي فعل هذا الشيء كله؟ هم إخوته، يعني حزن فوق حزن، يعني الإخوان هم الذين غدروا بأخيهم، فابيضت عيناه، أصيب بالعمى من كثر الحزن. فهذه الحالة مر فيها الأنبياء، لكن كيف تجاوزوها؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بهذا الشكل تجاوزوا هذه الأشياء. ليش؟ لأنهم هم نظروا أن الله مطلع عليهم وعلى قلوبهم وعلى أعمالهم، وأن هذه ابتلاءات قاعد تحدث الآن. ففي حالة الابتلاء هذا الإنسان يري الله سبحانه وتعالى حالة الثبات والطمأنينة. احنا ما نقول الإنسان ما يزعل، لا، يزعل ويبكي ويحزن، ما في مشكلة، لكن نحن نقصد نحن نرفض حالة الحزن اللي ينتج عنها عمل، ردة فعل، يعني إنه الإنسان يشكو الله، ليش يا ربي سويت فيني كذا، ليش وليش 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 وليش. هذه الحالة هي الحالة المرفوضة، حالة السخط على ما ينزل من البلاء والابتلاء من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. هذه الحالة مرفوضة تماما، لأنها لن تؤدي بهذا الإنسان أن يصل لحالة السكينة والطمأنينة التي يمكن أن تحدث له من خلال إيمانه بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا واحد أو شكل من أشكال العلاج، اللي هو السلام الداخلي وإيجاده من خلال إيماننا بالله سبحانه وتعالى. طبعا أكثر الناس ولله الحمد والمنة، سواء كان من السلف سواء كان من الخلف، أكثر شيء المؤمنين تلاقيهم أول ما تصير المصائب الكثيرة جدا ويحس الإنسان أنه هو خلاص بدأ يختنق، يلتصق بالقرآن الكريم ويدخل في جو مع آية معينة، يبدأ كأنه دماغه تهدأ من وتيرة التفكير المتسارع في إيجاد الحلول والخروج من حالة الشعور بالحزن والهم والغم. طيب، طبعا احنا لازم نذكر كمان شيء مهم جدا. ايش اللي يعترض مسألة الإيمان بالله في مسألة السلام الداخلي؟ ان الشيطان بالمرصاد للإنسان حتى يضخم له هذه الحالة وييأس منها ويبالغ فيها فيبقى فيها، وهذا مما يفرح الشيطان الإنسان المؤمن يبقى في حالة الحزن أو شعور الهم والغم. طالعين فاصل وراجعين لكم نكمل العلاج للهم والغم. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات،
فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل العلاج. احنا قلنا من ضمن المعالجات لأن احنا ذكرنا علاج داخلي، العودة قلنا للداخل من خلال العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى. طيب إيش الهدف من هذا الشيء؟ لأنه إحنا لما نتعلم ونعرف إيش أسماء الله وإيش معانيها وفي إيش تستخدم، نقدر نحن نستخدمها في دعاء الله سبحانه وتعالى لرفع حالة الحزن والهم والغم. والله إذا كان الحزن اللي يتكون عند الإنسان هو حالة بسبب مرض مثلا أصابه أو أصاب من يحب، فيستطيع أنه من خلال فهمه لاسم الله الشافي استخدامه في الدعاء وطلب العافية من الله باستخدام اسم الله سبحانه وتعالى. إذا كان حالة الحزن والقلق والهم والغم صايرة بسبب مسألة متعلقة بالمال أو الرزق، فهنا عندنا اسم الله الغني وعندنا اسم الله الرزاق، الواحد يقدر يدعو الله سبحانه وتعالى بهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكمان الواحد يقدر يستخدم هذه الأسماء في دعاء الله سبحانه وتعالى لجلب الخير ولدفع ما يخيفه وما يضره. فكان من الدعاء اللهم إني أعوذ بك مما أخاف وأحذر، فهنا بيسأل الإنسان الله الأمان من خلال هذا الدعاء. أو يا رزاق ارزقني. طيب بهذه الكيفية معرفة أسماء الله الحسنى ومعانيها تساعد الإنسان في حالة الاطمئنان. ليش؟ لأن هذه المعرفة تعرف بالله أكثر وأكثر، وتعرف أن الله هو الذي يستطيع أن يغير الوضع اللي يعيش فيه هذا الإنسان من حال إلى حال بكلمة واحدة، كن فيكون. فهنا هذا العلم مما ينفع الإنسان في علاجه الداخلي. الشيء الثالث اللي ممكن يستخدم كعلاج داخلي اللي هو معرفة حقيقة الحياة الدنيا وطبيعتها. معرفة الإنسان أنه هذه الحياة الدنيا طبيعتها هي كده، ابتلاءات وكدر وهموم وغموم بشكل طبيعي جدا. هذه المعرفة تعطي الإنسان حالة من السكون والطمأنينة، يعرف تماما أنه الحياة ليست خط مستقيم، وليست اليوم والله أضحك معناه بكرة لازم أضحك، لازم بكرة أموري تمام. لا، اليوم تمام الحمد لله رب، بكرة تمام الحمد لله رب، بعد بكرة لا ما في مشكلة. يصير الإنسان دائما إيش؟ يمشي مع الموجة. الإنسان الآن يكون في رحلة بحرية على متن سفينة، يعني ما يستغرب حالة الأمواج لما السفينة تطلع تنزل تمشي وتهدأ الأمواج، يشوف الموضوع جدا عادي. هذا في حالة السفينة. لازم ننظر للحياة إنه هي كده، نحن راكبين سفينة والحياة هي الماء أو المحيط اللي احنا قاعدين نسبح فيه. فطبيعة الحياة إنه اليوم والله في أمواج عاتية، في مشاكل أكثر مني أو أكبر مني أنا ما أقدر أحلها ولا أقدر أتعامل معها. فهنا قلنا بعودة الإنسان لداخله
بحثه عن السلام الداخلي بقربه من الله سبحانه وتعالى، ربي راح يهيئ الأمور والأسباب لتجاوز هذه الأشياء. مو لازم تكون الابتلاءات والمصائب والأشياء تيجي يعني أقل من قدرة الإنسان. الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من نفسه، فما راح يبتليه ببلاء معين ولا راح يختبره في اختبار معين وهو ما يقدر عليه، لا يمكن هذا الكلام. يعني الله أرحم من الوالدة بولدها على الإنسان نفسه، فبالتالي لو يراقب الإنسان حقيقة البلاء أو حقيقة ما يقع عليه حيلاقي أنه هو من ضمن قدراته التي لا يعرفها، فيأتي هذا البلاء والابتلاء حتى أو حالة الحزن والهم والغم تأتي حتى تخرج من الإنسان أفضل ما عنده أو أجود ما عنده اللي هو ما يعرفه أساساً. ما احنا ما نقدر نستخرج شيء من باطن الأرض إلا لما بالفأس نضرب على هذه الأرض. فالإنسان ما نقدر نستخرج إيمانه وتقواه وصلاحه وتوبته وخيره ومهاراته ومعرفته وقدراته اللي الله أعطاه إياها وهو في حالة السكينة والاطمئنان والأمور طيبة وما في أي ابتلاءات وما في أي مشاكل وما في أي حالة حزن. لا يمكن إنسان يستخرج من هذه الأشياء، إنما تستخرج بهذه الابتلاءات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جاء بدعوته في أهل مكة، كل اللي دخلوا معاه في الإسلام تعرضوا لابتلاءات شديدة، بداية من أصغر واحد انتهاء بأكبر واحد. بلال بن رباح تعرض للتعذيب من قبل سيده في بطحاء مكة. طيب هذا الاختبار هذا حتى يخرج أفضل ما في بلال بن رباح. عمر بن الخطاب نفسه تعرض لامتحان شديد جدا حتى يستخرج أفضل ما في عمر بن الخطاب. الجميع مر بهذا الشيء حتى تهذب هذه النفس وتقترب وتلتصق بالله أكثر وأكثر ويعرفوا كل واحد قدراته. فما بالنا نحن لما تأتي الآن المشاكل والهموم والغموم والأحزان وكل شيء نتكركب ما عاد نعرف نفسنا أساسا. وهذه من الكوارث، يعني الإنسان يكون والله في حالة السلام والطمأنينة والأمور طيبة ما شاء الله بوجه، ولما تأتي عليه هذه النوازل والابتلاءات والامتحانات من الله سبحانه وتعالى يكون بوجه آخر. يعني الواحد يستحي من الله أنه يكون يري الله هذا الوجه العابس أو المتكدر. فهنا معرفة حقيقة الحياة الدنيا وطبيعتها، وأنه هي بهذا الشكل الله خلقها وليست هي دار القرار، إنما السعادة والهدوء والاستقرار والطمأنينة في الجنة، يخليه يطمئن تماما ويعرف أنه هذه المشاكل وهذه الهموم والغموم والأحزان إنما جاءت حتى تطهره في سيره إلى رضا الله سبحانه وتعالى ومن ثم الجنة. طيب من الأشياء كمان الداخلية، العلاجات الداخلية اللي هي عندنا هنا معرفة الإنسان أو بناء حصانة نفسية من الشيطان. لازم يعرف أن الشيطان يحب الحزن للمؤمن ويحب له الهم والغم ويحب يكون في حالة نفسية سيئة. فلازم يعرف أنه بعض الأحيان ما يحدث معه من الحزن تذكر الماضي أو القلق من المستقبل هو من فعل الشيطان. الذين قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عنهم في معركة حنين على ما أذكر: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب هذه الحالة النفسية اللي تأتي من خلال تذكر الماضي والقلق من المستقبل هي قد تكون الظروف تلعب دور، قد يكون الإنسان، لكن اللاعب الرئيسي في ذا الموضوع هو الشيطان حتى يئس الإنسان ويدخل دائرة اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حالة الفرج والانفراج التي تأتي من خلال هذا الإيمان. فالإنسان يبني حصانة ضد مكيدة الشيطان من خلال التصاقه الشديد بالله، أنه يرفع عنه هذا الهم والغم والحزن. طيب عندنا احنا علاج خارجي. ايش هو العلاج الخارجي اللي لازم نحن نتبعه ونقوم به في حال رغبنا نحن نوصل في حالة المؤمن المتوازن المطمئن؟ اول شيء تغيير المحيط الخارجي. تغيير المحيط الخارجي احنا طبعا ما نقول اتركوا بيوتكم واتركوا ازواجكم وزوجاتكم، انما اترك أو أغادر المكان أو الأشخاص اللي يأثروا على أفكاري وعلى مشاعري. يعني بعض الأحيان الواحد يكون مصاحب أو يكون الواحد عنده زوجة أو المرأة يكون عندها زوج من اللي يخوفوا، يعني كل ما يتكلم يقول والله إيش راح نسوي، صار كده وطلعت كده قرارات ومش عارف إيش، يخوفها. أو المرأة تكون إيش راح نسوي، نحن راح نتبهدل وأولادنا ومش عارف إيش وما عندك شغل. هذا الجو كله الإنسان لازم يغادروا ويتركوا. المغادرة مش لازم تكون بالجسد، بعض الأحيان نحن نغادر الناس بأفكارنا بمشاعرنا فقط، لأنه صعب جدا نحن نغادرهم تماما. فحالة المغادرة هذه حالة موجودة
ومطلوبة تماما. نذكر نحن قصة الذي كان من بني إسرائيل وقتل 99 نفسا، فذهب إلى عابد وسأله هل لي من توبة؟ قال له لا، فقام قتله، فكمل 100. ثم ذهب إلى عالم فقال له هل من توبة؟ قال له نعم، لكن اترك أرضك فإنها أرض سوء. فلما ترك هذه الأرض وخرج مات في منتصف الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتشاجروا بينهم، فالله سبحانه وتعالى قال لهم قيسوا المسافة، فالله سبحانه وتعالى زوى الأرض حتى جعلها أقرب للأرض التي كان يريد أن يذهب إليها ليحقق معنى التوبة، فكان من أهل الجنة. هنا المغادرة دائما تكون مغادرة بمشاعرنا بعقلنا عن الناس السلبيين، أو اللي دائما يرددوا عبارات وكلمات تحبطنا وتيأسنا وتخلينا عالقين في نقطة معينة من الحزن والهم والغم. العلاج الثاني اللي هو فهم الواقع بشكل طبيعي وبشكل حقيقي بدون مبالغة بدون تهويل. اللي يشوفوا الأخبار هم يعرفوا هذا الكلام إيش معناها. نحن نشوف الأخبار تهويل، صار كذا ومات كذا ومش عارف إيش، ولا جاء مثلا زي حالة فيروس كورونا مثلا، في مبالغات أكثر مما يتحمله الإنسان بشكل طبيعي، فيسبب له ضغط نفسي وحالة من الخوف والرعب من كورونا أكثر من الخوف من الله سبحانه وتعالى. مع أنه الإنسان راح يموت يعني على كل الأحوال إذا انتهى أجله بمرض ولا بدون مرض، لكن التهويل هذا مشكلة. طبعا نفس الشيء احنا لما نهول مشاكلنا ونهول الواقع اللي احنا نعيش فيه ونهول أحزاننا وهمومنا وغمومنا وطموحاتنا وأحلامنا، نحن كمان هنا نساعد أو نركز مسألة الحزن والهم والغم. فإحنا لما نكون منطقيين وواقعيين ونشوف الأمور بحجمها الطبيعي من خلال التفكير العقلي، راح تتكشف لنا أنه الشيء ليس كما يبدو عليه، إنما هو يعني معمول له تركيز بزيادة في شرحه وتوضيحه للناس. ثالث علاج اللي هو اتخاذ الحلول المناسبة. ولما نقول حلول مناسبة ليست قائمة على الخوف من المستقبل، وليست قائمة على الحزن على الماضي، وليست قائمة على الخوف من الحاضر، إنما حل مناسب، يعني اللي هو احنا نقول دائما عليه اللي هو الأخذ بالأسباب. إيش هي الأسباب لهذا الفعل لدفع هذا البلاء عني وهذا الكرب وهذا الهم والغم والحزن؟ لازم أتخذ هذه الخطوات. إذا الإنسان مريض لازم يتعالج، هذا سبب. إذا ما تعالج ويقول الله راح يشفيني، طب خذ بالأسباب. إذا أحط الأكل قدام إنسان لازم يمد يده ويأكل، إذا ما أكل ما أخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب هو السنة الكونية الطبيعية جدا للتغيير نفسه. ربما ما يحدث الآن تغيير في حالة الشعورية، لكن على الأقل أنا أتقدم إلى الله سبحانه وتعالى من خلال القيام بالأسباب. اللهم هذا وسعي، هذه قدرتي، وهذا الحلول اللي اتخذتها بناء على كذا وكذا، واستخير الله سبحانه وتعالى واسوي فيها شيء معين، اجراء معين. اما الباقي الاشياء كنتائج اتركها بيد الله سبحانه وتعالى، هو يتولاني كما يتولى عباده المؤمنين. وأهم شيء من العلاجات الخارجية اللي هو التوكل على الله سبحانه وتعالى واتخاذ القرارات المناسبة في الحياة، وأن الإنسان دائما يستفرغ وسعه مع رب العالمين في هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا في الدعاء اللي هو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. يعني هذا الدعاء لما الإنسان يكرره وهو موقن وفاهم إيش معناها، هو يجلس يفضي بما في قلبه من الشعور بالهم والغم والكدر وعدم معرفة كيف سوف تكون الأحداث في المستقبل، ولا أنا ماني عارف إيش أسوي في هذا الأمر، ولا أنا ماني عارف أخرج من حالة الحزن. لما كل هذه الأشياء يضعها بين يدي الله من خلال هذا الدعاء، خلاص يكون معناه هو سلم أمره، فيدخل في حالة من الطمأنينة والسكون والراحة مع الله سبحانه وتعالى. أول شيء فيضيء الله له في عقله ما يعني كيف يحل هذه المشاكل. بعض الأحيان يأتي الفرج من خلال الدعاء. الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى هو أساسا دعاءه هذا مو أن الله راح يشيل هذا الشيء، إنما يعطيه
زي ما نقول احنا الإشارات لكي يعرف جواب سؤاله، كي يعرف كيف يحل هذه المشكلة، كيف يخرج من هذا الحزن، كيف يخرج من حالة القلق. فدائما لما الإنسان يجي يتكلم مع الله ويفكر أنه ما يدخل في دائرة الحزن والهم والغم، لأنها مما يفرح الشيطان ومما يغضب الله سبحانه وتعالى، راح يلاقي نفسه أنه كل سؤال يسأله وكل حاجة يريدها من الله مقضية، وكل سؤال يسأله راح يجد إجابته في واقع الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الهم والغم والحزن، وأن يجعل ما نستقبل من أيامنا أفضل مما استدبرناه، وأن يتقبلنا عنده من عباده الصالحين. كنت أنا معاكم خديجة برهان في حلقة اليوم من الهم والغم، الأسباب والعلاج. ألتقيكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم في نفس الموعد. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. ستفوح عبر الماء